تفتكر شكلك مهم لنجاحك؟ بصوا الأول على الثلاثة دول وقولوا لي هل شكلهم وسيم بزيادة ولا عادي؟ طبعا في واحد انتوا عارفينه كويس. في دراسات اتعملت ان لو شخص شكله حلو ممكن ياخد احكام اخف في نفس نوع القضايا بناء على شكله بس. في دراسات تانية بتقول ان الستات خصوصا الحلوين بياخدوا اقل احكام في العموم سواء كان القاضي راجل او ست. طيب يعني كده لو انا شخص شكله عادي او حتى مش حلو خلاص انا ضعت؟ الحقيقة لا، لان الواقع بيقول ان في ناس كتيرة شكلها حلو حققت نجاح عادي او اقل من عادي برغم شكلهم، واوقات تانية صفات زي قبح الشخصيه او حتى النظافه خلت الناس تتقفل من شخص شكله حلو بعد كلمتين بس. اما بقى بخصوص الثلاثه بتوعنا، ده يبقى جيف بيسوس صاحب شركه امازون واغنى راجل في العالم 4 سنين ورا بعض. شكله عادي صح؟ دي بقى زها حديد ملكه الاركتكتشر في مجال معروف بهيمنه الرجال والمنافسه الشديده. ده بقى زي ما انتم عارفين احمد زكي الله يرحمه رفضوا منتج في فيلم الكرنك عشان شكله، وبقى واحد من اهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية. الخلاصة ان في عوامل كتير جدا بتحكم نجاح الشخص، والشكل الخارجي هو مجرد عامل من مئات العوامل الاخرى. يعني لو الجمال مهم ايراد فالشخصية مهمة 24 ايراد.